ازاي اخلي ربنا في كل حاجه في حياتي؟ قلت لها ببساطه شديده، انت مثلا بتعملي ايه الصبح؟ بتقول لي بنزل السوق بجيب الحاجه اللي هطبخها. قلت لها ببساطه شديده، وانت عند الراجل الخضراتي حاطط باميه وحاطط ملوخيه وحاطط فاصوليا، هتختاري ايه منهم؟ قالت لي هشوف الحلو فيهم. قلت لها طب ما ايه رايك تسالي ربنا؟ قالت لي يسرح التحكيم، الستات ضحكوا. قالت لي اسال ربنا اختار باميه ولا ملوخيه ولا فاصوليا؟ قلت لها ايوه، زي اللي انتوا شفتوه في الفيلم، خلي يسوع معاك في كل حاجه، حتى لو انا في مصيف ونازل بحر، يا رب البس المايو ده ولا المايو ده، طب اروح البسين ده ولا البسين ده. صدقوني ربما انتوا بتشوفوا الموضوع كوميدي، بس هو الموضوع تعود. انا يا رب بشركك معايا في كل وقت. عارفين الكلمه اللي قالها المسيح الهنا لما قال صلوا كل حين؟ يعني ايه صلوا كل حين؟ سيب شغلي، سيب حالي واقعد بقى في البيت اتدروش واقف اصلي كل حين ال 24 ساعه بصلي؟ لا، مش هو ده المقصود. خلي بالكم هو كملها ولا تملوا. يعني ايه ولا تملوا دي؟ صلوا كل حين يعني بيقول لك خلي قلبك مرفوع ليا، مرتبط بيا كل حين، يعني في كل اوقاتي انت مرتبط بيا. نازلين نشتري حاجه، نازلين نتفرج على حاجه، حتى لو نازله تشتري هدوم، نازله تشتري ميك اب، محتاره بين حاجتين، قولي لي يا رب اشتري دي ولا اشتري دي؟ هي قصه ايه؟ انا بدرب ذهني وعقلي ان هو مرتبط بيه هو بس.